ازيكم حبايبي؟ جايه لكم النهارده بالفيديو الجامد ده. طبعا يخص حبايبي الصغيرين، وصدقوني كمان الكبار. عملنا النهارده جيلي كولا في البيت. شايفين الاشكال جميله جدا؟ بصوا شكل الديناصورات حلو قوي قوي، وكمان شكل قلوب. طول ما هي مش ملزقه في ايدي عارفوا ناجحه جدا. بصوا حلو قوي. من النهارده مش هخليكم تشتروها من بره لوتكم خالص. حلو قوي قوي، وهتاخدوا الطريقه وهتقوموا تجربوها. سهله وبسيطه ما فيهاش اي افتكاسات، وحلوه قوي قوي. فرحي ولادك واعملي لهم جيلي كولا في البيت. يعني بيشتروها من بره كيس صغير مبلغ وقدره، وكمان عليه مواد حافظه. لا احنا عملناها في بيتنا من غير مواد حافظه وناجحه 100%. ويلا مع بعض شوف عملناها ازاي. اول حاجه انا هستخدم النهارده كوبايه واحده، وانتوا عايزين ضعفوا الكميه بتاعتكم. دي كوبايه كوكا كولا، ما فيهاش اي صودا، ولو فيها صودا سيبيها على الرخامه مده ربع ساعه لحد ما تروق خالص بالصودا اللي فيها. انا عايزاها خاليه من الصودا. وهنا معايا معلقتين جيلاتين نباتي، انا جايباه المره دي نباتي. هنجيبهم كده في بوله صغيره، معلقتين على الكوبايه دي. هاخد تلت الكوكا كولا بتاعتنا على المعلقتين الجيلاتين، واقلبهم مع بعض واسيبهم على جنب، ونكمل وصفتنا. سهله جدا جدا، بامانه تعمليها. والجيلاتين ده موجود عند بياع مستلزمات الحلويات، ورخيص مش غالي. هاتي ب 10 جنيه هيعملك كميه حلوه خالص. يعني جربي في حاجه قليله، ولو عجبك ضعف الكميه كل مره. هنجيب بقى الحله بتاعتنا كده ننزل فيها بالكوبايه الا ربع الباقيه من الكولا بتاعتنا. اخدنا ربعها في الجيلاتين، وهنزل عليها بمعلقه سكر كبيره. هنا السكر بقى حسب الرغبه، تزودي تقللي تستغني عنه خالص براحتك. وهنزل عليها بمعلقه جيليكوز كبيره. برضو الجيليكوز بيتباع برضو عند نفس بياع مستلزمات الحلويات، ومش غالي. العلبه دي بحوالي 20 جنيه، تعمل معاكي كميات كتيره جدا، وتنفعك كمان في السيره بالحلويات. حلو قوي. هناخد بقى الكميه دي كلها ونرفعها على النار، ونبدا نقلب لحد ما الجلوكوز والسكر يدوب معانا. طبعا انا حطاها على نار متوسطه مش نار عاليه. مجرد ما تدوب معايا هقولك تعملي ايه. بجد ناجحه 100%. طريقه سهله جدا، وكلنا في بيوتنا عند اخر شويه حاجه ساقعه مش بيتشربوا كمان بيكبوا. لا كده كده مفهومش صودا، وفي الاخر نعمل لهم جيلي كولا. هيتعجب ولادنا جدا. كفايه انهم مش بيشتروا من بره، ما فيهوش اي مواد حافظه. بدأ بقى يغلي معايا كده، خد حوالي دقيقتين. هانزل عليه بالجيلاتين اللي انا عملته قبل كده بربع كوبايه كولا. شايفين كده؟ وهبدأ بقى اوطي النار، وابدأ اقلب فيه لحد ما يدوب معايا الجيلاتين مع الكولا. بنلاقيه بصوا فك خالص معايا. طبعا ونزل من بارد لسخن، هيبدأ ان هي تهدى شويه وتبدأ تغلي معايا. ما تلاقيش من الريمه دي، كل ده هيروح خالص بعد ما ياخد حوالي دقيقتين معايا على النار. وبعد دقيقتين فضيته في الدورق بتاعنا دوت. شايفين فين بقى الريمه؟ راحت خالص معايا. انا بقى عايزاه بالقوام ده، هو ده قوام مظبوط. مقاديري كلها مظبوطه، بجد حلو خالص. بصوا طبعا هشتغل فيه وهو سخن كده، يعني أنا بستخدم قوالب سيليكون. تمام. شوف الكميه قد ايه، وهنشوف معانا كميه قد ايه في الاخر جيلي كولا. هنجيب كده القوالب بتاعتنا، ويفضل تكون سيليكون، لان بعد ما بتنشف هتديكي نتيجه حلوه خالص، ما تلزقش معاكي. ودي قوالب على شكل ديناصورات، كانت بنتي الصغيره جايباها وقلنا نجربها مع بعض. دي كانت عندي من الاول. بص بقى هنعمل ايه. وانا عشان القوالب بتاعتي سيليكون مش بدهنها اي حاجه، بالمعلقه كده او بسرنجه كبيره، بس انا بحب بالمعلقه افضل. عملت كل كميه بالشكل دوت، اسيبها حوالي نص ساعه على الرخامه لما تهدى معايا، وادخلها التلاجة ليله كامله. وبعد ليله كامله ده شكلها. بصوا بقى ومنتهى السهوله. شايفين؟ ادي النتيجه. عشان قوالبي سيليكون، وكمان علشان مقاديري مظبوطه. بصوا مش لازقه خالص، ولا في القوالب ولا في ايدي. حلوة أوي. طبعًا اللي هي الديناصورات دي كان حجمها كبير، وبتاخد كمية كبيرة، بس كان طعمها لذيذ. حلوة خالص. بُصّوا أشكالها تشد الأولاد. أنتِ ممكن تعملي كمية وتخلّيها في بيتِك قدّام أولادِك، بس ما ياكلوش منها كمية كبيرة، وأفضل ما يشتروها من برّه وفيها مواد حافظة. شايفين؟ صدقوني الكمية دي كلّها ما كلفتنيش أي حاجة. أنتم لو جبتوا كمية صغيرة خالص من برّه بتبقى غالية جدًا، جدًا، وكمان مش حلوة زي دي. شايفين؟ حلوة ما بتلزقش في إيدي، بدليل ناجحة 100%. بُصّوا، صراحة أنا مش بابطّلها خالص في بيتي، وأي حاجة ساقعة عندي بتكون رايح منها الصودا مش باكُبّها، باعملها. ما بتاخدش معايا وقت ومش بتكلّفني خالص. شايفين؟ حلوة أوي، أوي. كفاية شكلها بس. أنا بصراحة ما بطّلتش أكل فينا وبافُكّها من القوالب. خطيرة جدًا. بصّوا ما بتلزقش خالص. يالّا بقى جرّبوها على طريقتي ومقاديري ومكوناتي. كل حاجتها سهلة، ونعمل كمية صغيرة ما نعملش كمية كبيرة. نجرّب الأول، إذا عجبتكم يعني كبّروا الكمية وبألف هنا،
وباشكركم جدًا، جدًا، وأتمنى الفيديو النهارده يكون عجب حبايبي الصغيرين، وكل سنة وكلكم طيبين وكلنا طيبين، وأتمنى أشوف كومنت تشجيع منكم ولايك على الفيديو، ونشيّره عشان الكل يستفيد، ويالّا بقى وفّروا دبّروا اعملوها وما تشتروهاش، مع تحياتي ميري أنور، كل سنة وكلنا طيبين وبخير، وباقول لكم سلام.